الادوات الاساسيه اللي في البينت. هنخش على الحاجات اللي هي مهمه فيه. اول حاجه عندنا الماجنيفاير او العدسه المكبره، دي بتكبر جزء معين من الشاشه زي ما احنا شايفين. كبرنا الجزء ده حسب الجزء اللي احنا عاوزيه. ممكن نرجعه تاني، بندوس ماجنيفاير وندوس 1 اكس بيرجعه تاني للحجم الطبيعي. في عندنا حاجة تانية، اللي انت مثلا الكولر ده انت شايفه بس مش عارف تختار، بتختاره من الصورة. بنختار وبندوس على اللون اللي احنا عاوزينه زي ما احنا شايفين بيظهر لنا، وبندوس فبيظهر لنا اللون اللي احنا اخترناه في اللون. في حاجة تانية، لو احنا عاوزين نملى فراغ بلون معين بندوس اللي هو الفيل، وبنختار مثلا اللون الازرق مثلا، وبنملى مثلا الفراغ ده باللون الازرق، بيملى كل ما هو بين الفراغ باللون الازرق. ممكن نملى الخط الاصفر بس باللون الازرق زي ما احنا شايفين، بيملى الخط الاصفر باللون الازرق. في حاجة تانية وهي الاستيكة او المحاية، ودي بتمسح حسب اللون بتاع الخلفية اللي احنا مختارينه. احنا هنا نختار اللون الابيض طبعا بكليك يمين، ونمسح الحتة اللي احنا مش عاوزينها. في اداتين لان احنا نقص حتة من الصورة، يا اما نقص حتة مستطيلة زي ما احنا شايفين قصنا الحتة دي، يا اما نقص حتة اكننا بنقصها بالمقص زي ما احنا شايفين باختيار. هنا قمنا باختيار جزء فري زي ما احنا شايفين، قصينا الحتة اللي احنا قصيناها. في حاجات اللي احنا ممكن نستخدمها في التعديل على صورة، مثلا عاوزين نعدل على الجزء ده من الصورة زي ما احنا شايفين، هنقول له اول حاجة في فليب اند روتيت، ده بيلف الصورة. احنا لفيناها كده قلبها وزي ما احنا شايفين. حاجة تانية ان احنا ممكن نمطها زي ما احنا شايفين، ممكن نمط الطول مثلا لوحده، وممكن نمط العرض لوحده، وممكن نمط الاتنين لوحده زي ما احنا شايفين. في حاجة تانية في المط اللي احنا ممكن نخليها نمطها بالورب، مثلا بدرجة 20 درجة هنلاقيها اتمطت بالورب زي ما احنا شايفين. في اختيار تاني اللي احنا بنعمل invert colors، ده بيقلب الالوان اللي موجودة في الصورة. في الاتريبيوتس او حجم الصورة او ريزوليوشن زي ما احنا شايفين، بنختار يا اما بالبوصة يا اما بالسنتي يا اما بالبيكسلز، يا اما بنخليها ابيض واسود يا اما بنخليها colors. في حاجة تانية اللي احنا ممكن ننسخ صورة من مكان تاني على الصورة اللي احنا عاوزينها زي ما احنا شايفين، اللي احنا قلنا بيست فروم. نرجع تاني بندوس edit بيست فروم، وبنفتح ملف الصور اللي احنا عاوزينه وبندرجه زي ما احنا شايفين، وممكن نعدل عليه ونكبره ونصغره من خلال الارقام زي ما احنا شايفين. ادي الركن وهكذا. في حاجة تانية اللي احنا ممكن نعدل في الفراغ الابيض اللي هو حواليه، يعني زي ما احنا شايفين هنلاقي ليه ارقام برضو، ممكن نكبره ونصغره زي ما احنا شايفين، يقص الصورة زي ما احنا شايفين كده. ده بالنسبة للأداة الأساسية أو أداة الرسم في برنامج ويندوز اكس بي واللي هو البينت. طبعا احنا ممكن نسيفها قبل ما ننهي، ممكن نقول سيف، ندوس سيف ونسيفها تحت اي اسم، مثلا تيك فور ارت، تحت اي صيغة زي ما احنا شايفين. هنسيبها مثلا جي اي اف سيف. هيقول لي ان هي ممكن تلوز سام كولر اللي هو الالوان بتاعتها زي ما شايفين، الاختلاف مش كبير اوي. لو احنا فتحناها هنلاقيها في ماي بيكتشرز، هنلاقيها الصورة اهي زي ما احنا شايفين. ده بالنسبة لبرنامج البينت في ويندوز اكس بي.